يواجه ريال مدريد سوق انتقالات ساخن رغم تتويج العائلة الملكية بكأس الملك الموسم الماضي، إلا أن الإدارة غير سعيدة بحصيلة الموسم، خاصة بعد خسارة الدوري لصالح برشلونة الذي يمر بأزمة مالية خانقة، والخروج المذل أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن أجل العودة للواجهة الأوروبية على إدارة النادي الملكي الاستمرار في التحرك في سوق الانتقالات. فهل سيتمكن القرش فلورنتينو بيريز من إعادة ريال مدريد لسكة الألقاب؟ في مركز حراسة المرمى النادي الملكي لا يخطط للتغيير، فهو يمتلك أفضل حارس بالعالم والذي أنقذ الفريق في عدة مناسبات رغم وجود بعض الصعوبات في بناء اللعب. لونين سيكون بديل تيبو كورتوا رغم أن الحارس الأوكراني لا يريد الاستمرار مع ريال مدريد من أجل الحصول على بعض دقائق اللعب، لكن ريال مدريد لن يسمح له بالرحيل إلا إذا تحصل على حارس بديل. في الخط الخلفي ريال مدريد مشغول بشكل كبير، خاصة في مركز الظهير. داني كارفاخال حاليا ظل لنفسه على اليمين، فقد تعرض الإسباني للإصابة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة وخسر الكثير من قدراته خاصة من الناحية البدنية. لذلك فإن إدارة النادي الملكي ترى أنه حان وقت التغيير. بالإضافة لكارفاخال، لوكاس فاسكيز الذي يعتبر بديلا له لم يعد يقدم أداء جيدا هو الآخر. كل من كانسيلو وفريمبونج لاعب بايرن ليفركوزن بدائل محتملة هذا الصيف. كانسيلو سيكون متاحا بحوالي 35 مليون يورو لأن غوارديولا يريد التخلص منه، فيما سعر فريمبونج لن يقل على 50 مليون يورو. أشرف حكيمي هو الآخر يحلم بالعودة لناديه الأم، خاصة بعد اقتراب انتقال كيليان مبابي للملكي، لكن لحدود هذه اللحظة لم يتوصل الظهير المغربي بأي عرض من ريال مدريد في محاولة لإعادته للقلعة الملكية، لكن سعره سيكون مكلفا جدا مقارنة مع باقي الأظهرة المتاحة. في وسط الدفاع الأمر مختلف جدا، فريال مدريد يمتلك كل من ديفيد ألابا، إيدر ميليتاو وروديجر، بالإضافة لناتشو، خط خلفي عالمي لا يحتاج لأي إضافة. أما الظهير الأيسر فالميرينغي قام بتفعيل خيار إعادة الشراء لظهير رايو فايكانو فران غارسيا بمبلغ 5 مليون يورو، لكن من المخطط له أن يكون فران غارسيا بديلا لكامافينغا أو فيرلان ماندي أو حتى ديفيد ألابا، لكن ذلك يعتمد على أداء اللاعب داخل أرضية الميدان. ريال مدريد مهتم حاليا بالتوقيع مع ألفونسو ديفيس الذي ينتهي عقده بعد موسمين، وقد نجح ريال مدريد في إحراز تقدم كبير في مفاوضاته مع لاعب بايرن ميونخ، مما جعل اللاعب يتوقف عن مفاوضات تجديد عقده مع العملاق البافاري. ويبدو أن بايرن ميونخ متشبث كثيرا بلاعبه ولن يسمح له بالخروج هذا الصيف، لكن ريال مدريد سيحاول مجددا في الصيف القادم بشكل جدي من أجل الحصول على خدمات الظهير الطائر. ريال مدريد اهتم بوسط الميدان بشكل كبير جدا طوال المواسم الأخيرة، ولقد حصل على أحد أفضل لاعبي العالم في مركز وسط الميدان، جود بيلينغهام، القادم من بروسيا دورتموند بمبلغ يفوق 100 مليون يورو، بالإضافة ل 30 مليون كمكافآت محتملة. وسط الميدان كان ولا يزال هو نقطة قوة فريق الملكي، فبتواجد توني كروس ولوكا مودريتش كعناصر خبرة يحتاجهم النادي في السيطرة على رتم المباريات الكبيرة. يتوفر ريال مدريد على تشواميني الذي يمتلك قدرات دفاعية هائلة وقد يتطور بسرعة كبيرة هذا الموسم، بالإضافة لكامافينغا وفالفيردي الذي يمتلكان مرونة كبيرة ويلعبان في عديد المراكز. أيضا هناك آدا جولير الموهبة التركية القادمة من فنرباخشة، وداني سيبايوس الذي جدد عقده ل3 مواسم قادمة، قد يكونان بديلان جيدين. في السنوات القليلة الأخيرة منذ رحيل أنخيل دي ماريا ومسعود أوزيل، وسط ميدان ريال مدريد افتقد خاصية تهديد المرمى واكتفى بصناعة اللعب من الخلف، لكن لاعبا مثل جود بيلينغهام يتوقع منه الكثير سواء في صناعة اللعب أو في تسجيل الأهداف، خاصة بعد رحيل الهداف الأول للفريق القائد كريم بنزيما. هذا يقودنا للحديث عن مراكز الهجوم.
في الهجوم رحل كل من أسينسيو لباريس سان جيرمان وكريم بنزيما للدوري السعودي بالإضافة لإيسكو وإيدن هازارد، وحبيس مقاعد البدلاء الدائم ماريانو دياز. ولم يجلب مدريد سوى خوسيلو وابراهيم دياز الذي عاد من الإعارة. لذلك فإن الفريق الملكي أمام حتمية جلب لاعبين في الهجوم على الأقل. مجموعة من اللاعبين كانوا على رادار الفريق الملكي، من بينهم فيرمينيو الذي انتقل للدوري السعودي، وتشيكويسي الذي انتقل لفريق ميلان، وكاي هافرتز المنتقل لفريق أرسنال. في الوقت الحالي ريال مدريد يصب جام تركيزه بشكل كبير على ملف كيليان مبابي، ويريد فلورنتينو بيريز انتظار قرار كيليان مبابي وإدارة باريس سان جيرمان. نجم الديوك أبلغ إدارة النادي الفرنسي بعدم رغبته في تجديد عقده. بدورها إدارة باريس سان جيرمان تريد بيعه تفاديا لخسارته مجانا في الموسم القادم رغم رفض مبابي الرحيل هذا الصيف. إدارة ريال مدريد أمامها فرصة كبيرة للحصول على توقيع من اللاعب هذا الصيف إذا ما استطاعت إقناعه عن التخلي عن بعض الأموال والتوقيع مع الفريق الملكي. لكن السؤال المطروح: هل ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ 150 مليون يورو وربما أكثر، أو يفضل الانتظار لموسم آخر ثم الحصول على النجم الفرنسي مجانا؟ إذا افترضنا أن ريال مدريد يخطط مع كيليان مبابي كمهاجم رقم 9، فمركز الجناح لا يوجد به بدائل لفينيسيوس ورودريغو. فينيسيوس ورودريغو قدم أداء جيدا جدا وهم قادرين على قيادة الخط الأمامي، لكنهم دون بدائل. ريال مدريد عليه جلب جناح قوي إذا أراد المنافسة على كل الواجهات، بالإضافة لمهاجم صريح في حالة عدم التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف. لكن حسب رؤيتي الفنية فريال مدريد لن يجلب أي مهاجم هذا الصيف، وسينتظر لموسم آخر من أجل الحصول على كيليان مبابي.